سلام، اليوم جيتكم بديديت دينوا تاع ناس تلمسان وزدتها لمستين خاصة باش تشدوها وبديروها في رمضان إن شاء الله. إن شاء الله تعجبكم. نبدأ بسم الله. أولا نبدأ بالكراميل تاعي اللي فيه 5 مغارف كبار تاع سكر يكونوا مليانين مليح، ونزيد لهم 3 مغارف ونص تاع الماء. هنايا حرصت باش ندير لكم المقادير بالمغرف، كاين اللي ما عندهاش ميزان باش هكا دير بالمغرف، ومن الأحسن أنكم ديروا في طاوة صغيرة باش من بعد ما تغبنكمش كي تقعدوا تفرغوا في هذاك الكراميل. نديره يتكرمل، ندروق في ريسيبيون، نديرو 6 بياض بيض، نزيد عليهم قرصة تاع ملح، ونبدا نباطي فيهم كيما راكم تشوفوا. كي يبدا هكا يبانوا هذوك الفقاعات، نزيدو عليهم 5 مغارف تاع سكر ونزيدوهم بدفوات هكا، نزيد بشويه ونباطي كيما راكم تشوفوا. راني نزيد غير بشويه ونباطي مليح، ما نحبسش الباتر. يعني حاولت ندير كل ملعقة، كل دفعة فيها ملعقة هكا، ودروك كي كملت نباطيه مليح حتى ندلي هذاك لو باك. كيما راكم تشوفوا هذاك لو باك راه دايره لي البلونديف، يعني طلعته مليح حتى تشوفوا هذاك لو باك قاعد كيما هكا لاصق، يعني ما يطيحش. راكم تشوفوا، شوفوا كيفاش راه طالع مليح بيض بيض. الان في هذه المرحله نضيف معاه الكراميل. هنايا كملاحظه، بيض البيض عندك 20 مينوت ويهبط، يستما خاصك تكوني دايره الكراميل تاعك قدام، يعني ما تخليه وحده الكراميل، ما ديريه حتى تكملي بياض البيض، حتى تطلعي بياض البيض. شوفي كيفاش توازني بيناتهم باش ما يبانلكش بياض البيض. وبدي تزيدي فيه هكاك خيوط. انا قلت لكم ربنتني الطاوه كانت كبيره، ومن بعد نزيدو عليه كي نباطوه مليح، نزيدو عليه 150 غرام تاع مكسرات. انا درت لينوا، درت قرقاع. كي تطحنوهم ما تطحنوهمش كاع رقيق رقيق، باش هكا يجوكم الحبيبات كي تقعدوا تاكلوا هكا حاجه بنينه، حبيبات تاع قرقاع. وانتوما اختاروا الوصفه فيها قرقاع، وانتوما بغيتو ديروا قرقاع ولوز ولا كوكاو ولا على حساب المكسرات اللي عندكم. المهم ما تطحنوهمش بزاف، يعني خلوهم شويه يتقرمشوا، ونخلطوهم مليح هكا. ودروك جبت هاد القوالب تاع المادلين، كنت دايرت لهم الزبده كاع قدام لا نبدا الخليط تاعي، ونبدا نعمر فيهم ونخلي لهم شويه الفوق باش كي تفيض لي هذيك هاد لاباغس تكون يعني عندها ليسباس، باسكو غادي تفيض تطلع. عمرتهم. شوفوا هاد لا كونتيتي دير لكم من 10 قوالب حتى ل 12 قالب. هما يديروهم في مول كبير، وانا فضلت اني نديرهم في تيمور صغار. هي هكا دير لكم من 10 حتى ل 12. نزيدو عليهم في هاد البلا، نزيدو عليهم الماء بارد. شوفوا ماء بارد، نديره في المول، وراني مشغله الفرن ودايرته على 180 درجه، يعني راح البوشه تاعي راح يسخونه. تقدروا تطيبوه في الاير فراير ثاني بنفس الطريقه، ولكن اسوء. مده الطهي، شوفوا هي كي ديري مول كبير ديريه من 20 ل 25 دقيقه، بصح اذا درتيه كيفي دي مول صغار عسيه شوفي من 10 دقائق بديت تشوفي اون فوا تشوفي الاحمرار من فوق صايي طفي عليه. يعني انا ما شدليش في الطياب، شدلي 11 دقيقه. دروك نديرو لا كريم تاعنا. عندي نص ايطرو تاع حليب، نديره يسخن مليح فوق النار، ونجي ندير 4 صفار بيض،
اللي قلعتهم من هادوك 6 عبايات البيض. 4 صفار، نزيد معاهم 2 مغارف تاع سكر، نخلطهم مليح. كما راكم تشوفوا خلطوهم مليح مليح، ونزيدوا ليهم لافاني. لافاني ما درتهاش في الخليط الاول باش يقعد لوغو تاع هذاك القرقاع والقو تاع الكراميل. لافاني نخلطهم مليح مليح باش ما يتكتليش هذاك الصفار من بعد، ونزيدهم 2 مغارف تاع مايزينا. شوفوا بهاد المكونات تجيكم معتدله في الحلاوه، يعني ما تجيش حلوه. راها تبان لكم بلي تجي حلوه، هي ما تجيش حلوه، تجي معتدله. اللي تبغي تكون لا كريم حلوه تزيد مغرف تاع سكر. نخلطها مليح مليح هذيك المايزينا و2 مغارف مايزينا، 2 مغارف سكر، و4 صفار البيض وشويه لبن. ودروك نزيد عليهم هذاك نص ايطرو تاع حليب اللي كان حما بزاف، يعني حاني بزاف، سخون بزاف. نخلط رابيدمون باش ما يتكتليش هذاك البيض تاعي ويطيب. يعني نفرغ بشويه ونخلط. نعاود ندير هذاك الخليط في هذيك الطاوه تاعي ونديره فوق النار ونخلطه حتى يخضر هذاك الخليط ويولي اون كريم. كيما راكم تشوفوا بعد ما ولا اون كريم اقلعته من النار، حطيته في ريسيبيون ونغطيه بابي فيلم اون كونتاكت باش ما يديرليش هذيك لاكروت من الفوق. مور ما طابلي هذاك التيليس تاعي وبرد، خليته يبرد في خاطره، درت في هاد لي فيرين كل واحده نديرها وحدها، ودرت هذيك لا كريم في بوش. دوك نديموليهم، يعني على بشويه ديمولوهم، نديموليهم ونحط كل واحده فيهم في هاد الفيرين تاعي كيما راكم تشوفوا. هنايا شوفوا، انا درت لا كريم، درتها غير هكا، درتها في لونتوراج. بصح اذا نتوما تبغوا لا كريم بزاف ديروها قبل تحت هذيك الحبه وحطوا فوقها الحبه تاع الديليس دينوا وزيدوا في الجوانب. يعني انا كي درت كيما هكا من بعد عاودت قلت لا كون درت تحتها تاني لا كريم. شوفوا درت هكا في لو تور، وصدقوني نتوما راهي تبان لكم بلي راهي حلوه وهي ماشي حلوه. غادي كي تذوقوها تتخلعوا باللي راها معتدله ماشي حلوه. وزينتها بلي فريز كيما هكا، وهذه كانت النتيجه. دوك نقسم لكم منها وشوفوا كيفاش جات. شوفوا جات بنا هايله وتنفع لرمضان، يعني الاولى مغذيه والزوجه بنينه بزاف، وحاجه اللي ماناش موالفين نديروها، يعني نبدلو خطره على خطره، كل خطره واش نديرو. راكم عارفين في رمضان نبغوا الوصفات جديده. نتمنى انكم تجربوها وتعجبكم وتكتبوا لي في التعليقات، وما تنساونيش بجيم واشتراك. باي باي باش يوصلكم كل جديد.